لو انت بتعملي دايت ونفسك تاكلي حاجة مسكرة بطعم الشوكولاتة، او حتى عايزة تأكلي اولادك حاجة تكون صحية ومفيدة لجسمهم، فالفيديو ده ليكي. مش هياخد تحضير 3 دقايق على بعض وهتكوني مجهزاه. هنا هجيب فاكهة الكاكا، ثمرة الكاكا، هجيب 4 ثمرات. قوليلي في الكومنتات انتوا بتسموها ايه في بلدكم. كده هاخد القلب بتاعها والقشر، انا مش محتاجاه في الوصفة دي. طبعا لو انتي بتاكليها ممكن تاكلي الغلاف بتاعها من بره، لو مش بتاكليه خلاص. الوصفة ديت انتوا مش بنحس بطعم الكاكا خالص في بقنا، تبقى طعمها شوكولاتة، يعني طعم كاكاو مغطي عليها. ويفضل تستخدمي كاكاو خام اسباني او كاكاو ديريم، النوع اللي تفضليه، بس يكون خامة نظيفة عشان يديكي تيست عالي من الشوكولاتة ويديكي طعم حلو. هنا بعد ما اخدت القلب بتاعها هحط 3 معالق صغيرين من الكاكاو الخام الغير محلى، و4 معالق من اللبن او الحليب. وبعد كده بروح جايه ضرباه كويس. لو انت عايزه قوامه يبقى خفيف هتحطي ال4 معالق، لو عايزه قوامه يبقى تقيل بتقللي المعالق، يعني ممكن ما تحطيش خالص وممكن تحطي معلقه بمعلقه لحد ما توصلي القوام اللي انت عايزاه. هنا كده انا كنت بدوق السكر بتاعه، لقيته الكاكا مسكره، ثمرة الكاكا اللي انا جايباها مسكره جدا، مش محتاجه تحليه. لو هي مش مسكره معاكي تقدري تحطي عسل او سكر ستيفيا، بس يفضل للاطفال، لو انت تعمليها للاطفال يبقى عسل. هنا كده انا كنت خلصت الوصفه بتاعتي، ما خدتش معايا 3 دقايق على بعض وكانت جاهزه. هبتدي اجيب القوالب بتاعتي او الاطباق بتاعتي، اقدم فيها واروح اصب فيها واحطه في التلاجة من ساعة لساعتين كده، هتلاقيه تقل معاكي ومسك معاكي. هنا كده انا بزينه، بس يفضل تزينيه قبل التقديم بكاكاو خام. انا زينته على طول وحطيته في التلاجة عشان التصوير، فانتي يفضل لو انتي عايزة تزينيه يبقى قبل التقديم على طول. هنا كده كان بعد ما طلع طعمه خطير يا جماعة، اتمنى انتوا تجربوه وما تنسوش تقولوا رايكم في الكومنتات ايه. اشوفكم على خير في فيديو جديد، باي باي.